السلام عليكم. ايه رأيكم النهارده هنعمل صينية مكرونة. الجو وحش وما يشجعش ان الواحد يعمل اكل، واسهل حاجة نعملها هي صينية المكرونة. طبعا كل يوم حيرة للاكل، وطبعا انا ما برضاش اصور لكم الاكل اللي هو ايه كل يوم المعتاد طبيخ. انا دلوقتي بعصج لحمة. اللحمة دي هحط فيها ملح وفلفل وبهارات بس، وبعد ما تتعصج معايا حطيت قطيتين مقطعاهم وفلفلتين رومي. كلنا بنعرف احنا نعصج اللحمة ازاي. طبعا ملح وفلفل وبهارات وسنة كمون. طبعا كلنا بقينا نعرف نعمل البشاميل، والنت ما خلاش حد ما يعرفش حاجة. انا بحب طبعا احمر الدقيق. برضو الدقيق لما بيتحمر بيدي طعم غير ان الواحد يعمله كده مضروب في الخلاط، الدقيق باللبن ويتحط على النار. انا جربته ما حبيتهوش صراحة. انا طبعا عامله صينيتين مكرونه، فمش عايزه اقول ده بياخد قد ايه وده بياخد قد ايه. كلنا عارفين طبعا البشاميل بيبقى سمكه عامل ازاي. طبعا لو عايزه تحطي كريمه لباني في البشاميل بيديله طعم حلو قوي، او تحطي له يكون معلقه قشطه حلوه كده تكون عندك في التلاجة واخداها من وش اللبن، بتديها طعم تاني. طبعا انا ولا بحب احط جبن في البشاميل ولا في المكرونه، ولا بحط بيض ولا اي حاجه. هي قوام كده مكرونه تتسلق، وبعمل البشاميل واعصج اللحمه. حاجات سهله وممكن تعمليها وانتي واقفه من غير تعقيدات. طبعا السمنه والزيت دوت مش لازم يكون له معيار او مقياس، حسب ما تلاقي الحاجه، يعني ما تتلسعش منك. لان في ناس بتحط تعصج اللحمه دي تشممها النار، واول ما تبتدي تتشوح تحط لها البصل وما بتحطش فيها سمنه ولا زيت، تقول لك هي اللحمه كفايه فيها سمنه. احنا طبعا بنحب نحمر البصله بتاعه اللحمه، وبعد كده بحط اللحمه برضو بيبقى لها طعم تاني. وطبعا نتعود يا جماعه، وكل واحد وطريقته. وايه رايكم في صينيه البشاميل دي؟ ما خدتش وقت معايا، كل حاجه على عين. طبعا انا كنت عامله صينيتين وبالهنا والشفا اللي كلوا. وان عجبتكم طريقتي في الاكل ما تبخلوش عليا بلايك. يا رب طريقتي تكون سهله وبسيطه.